مساء الخير على كل مشاهدينا، اهلا بكم معانا وحلقه جديده والناس. امبارح كان عيد الاعلاميين وده بيواكب العيد رقم 81 للاذاعه المصريه. الاعلام كان في البدايه مسموع وبعد كده اصبح مسموع ومرئي. وطبعا انا يمكن من هذا المنبر المتواضع بقول كل سنه وكل الاعلاميين طيبين، سواء الاعلاميين الحاليين اللي موجودين حاليا او الاعلاميين الراحلين اللي اكيد برضو كان ليهم دور كبير جدا واثروا نقول المجتمع في العديد من القضايا، في موضوع التثقيف وكشف الحقائق، وكمان ما ننساش دورهم في عمليه الترفيه، لان الترفيه مهم جدا للشعب. الشعب لما بياخد جرعات كتير قوي من الثقافه او من الاشياء الصعبه اكيد بيبقى عايز بعد كده ترفيه، وده برضو دور الاعلام. الإعلام زي أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أكيد فترات بيكون في صعود وفترات بيكون في هبوط، وزي أي برضو مؤسسة من مؤسسات الدولة بعد الثورة كان يمكن في بعض الخطوط على الإعلام المصري، لكن نقدر نقول إن الحمد لله الإعلام تعافى، وده مش بشهادتي، ده بشهادة الناس كلها، إن الحمد لله دلوقتي بقى في مصداقية، بقى في كشف للحقائق، وما ننساش برضو الترفيه زي ما قلت، لأن الشعب دلوقتي يمكن في أمس الحاجة للترفيه والحث على العمل والإنتاج. في الحقيقة احنا بمناسبة عيد الإعلاميين كاميرات برنامج الناس نزلت في الشارع عشان طبعا تسمع تهنئة الشارع المصري بعيد الإعلاميين، وكمان رأيهم في الخدمات المقدمة، لأن برضو ده دورنا. أكيد كل الأفكار احنا بناخدها وبنحاول نبلورها لخدمة المواطن مرة تانية، وكمان رأيهم في تجديد الثقة في الإعلام وخاصة الإعلام الوطني. نشوف التقرير ونرجع مرة تانية. طبعا كل الآراء اللي سمعناها دلوقتي أكيد آراء مفرحة، ويعني نقول إن الثقة بتعود مرة تانية للتلفزيون المصري اللي هو كان يمكن البداية قبل كل الشاشات. لكن أنا برضو يمكن مش عايزة أقلل من دور الإعلام الخاص. لازم يا جماعة، وفي كل الدول في إعلام وطني وفي إعلام خاص، ده بيكمل ده. ما ينفعش أبدا أقول إن ده بيحارب ده أو ده بيقول إن ده ما بيديش حقائق وأنا هنا بس الحقائق عندي، أبدا. ده ما يحصلش أبدا. لازم يكون الإعلام واضح قدام الجميع، ده بيكمل ده. يمكن ده فيه إمكانيات أكتر، الإعلام الخاص فيه بعض الإمكانيات الأكتر من تلفزيوننا الوطني دلوقتي، لكن هو بيقدم برامج بشكل ما وإحنا بنقدم برامج بشكل ما، وزي ما قلت هم مكملين لبعض. يمكن بقى من الأخبار النهاردة اللي استوقفتني وعايزة بس أعلق عليها، الأعلى للجامعات بيقرر منح طلاب السنة النهائية مهلة عامين فقط للتخرج. يمكن ده حاجة جديدة، لأن طول عمرنا عارفين إن اللي بيوصل لسنة ثالثة ورابعة في الجامعة بيقدر إن هو ياخدهم على عشرات السنين. كتير من الناس لغاية النهاردة، ويمكن أنا ليا أصدقاء كتير لسه ما تخرجوش من الجامعة، خلاص البنت في آخر سنة بتتجوز وبتخلف وتقول أدخل الامتحان كل سنة بقى، أنجح أو أسقط أو مش مشكلة، مسيري هاخدها في يوم. ده يمكن قرار انا شايفاه صائب جدا، لان ده مكان يمكن انا لو مش محتاجه المكان ده ومش محتاجه العمل، مش محتاجه الوظيفه، مش محتاجه الشهاده، غيري محتاجها. ما بقاش انا واخده مكان واخده كرسي في الجامعه وغيري ما خدوش عشان العدد. ودي طبعا برضو ميزانيه وامكانيات بتصرفها الدوله على الجامعات، فده قرار برضو سليم جدا. وفي الحقيقه برضو ده اكيد هنتكلم فيه باستفاضه اكتر في حلقات قادمه ان شاء الله. كمان ما ننساش الامتحانات برضو دلوقتي خلاص بدأت، وفي بنسمع عن تسرب في بعض الامتحانات، بنسمع امتحانات الثانويه العامه والخوف منها. ان شاء الله بكره تكون معانا حلقه مفصله عن امتحانات اخر العام. برضو من الأخبار اللي أكيد سعيدة لكل المواطنين هي أن التموين يبدأ صرف منحة رمضان على البطاقات من اليوم وحتى نهاية شهر يونيو. وكمان كان في تصريح آخر النهاردة لوزير التموين، قال إن مفيش زيادة في الأسعار خالص خلال شهر رمضان. دي كلها حاجات مفرحة. أنا في الحقيقة حاولنا إن احنا نعمل اتصال تليفوني عشان نتأكد ونتعرف أكتر إزاي هيتم الصرف منحة رمضان دي، لكن لو ما قدرناش النهاردة إن شاء الله هيكون معانا بكرة هذا الاتصال. ندخل بقى في موضوع حلقتنا، وهو أنا شايفاه موضوع مهم جدا في الوقت الحالي، وهو عن خدمات الاتصالات في مصر أو شركات الاتصالات في مصر. الشركات الاتصال أكيد حدث تطور كبير جدا في مصر. لو بنفتكر إحنا من مثلا 15 سنة كان ماشيين بس بالبيجر، ده كان اللي عنده يبقى ده كده، وتليفونات العربيات. دلوقتي خلاص أصبح العالم كله قرية صغيرة، وأصبح التليفون المحمول في إيد الطفل قبل الكبير. مش عارفة ده مظبوط ولا لا. أكيد برضو كل حاجة وكل تكنولوجيا حديثة لها سلبياتها ولها إيجابياتها. أنا من وجهة نظري شايفة إن المحمول ده استخدامه لازم يكون في أضيق الحدود، زي ما دول العالم كلها بتعمل كده، لأن هو طبعا أكيد صحيا في ذبذبات وفي حاجات كده.
فمفروض استخدامه يكون في حاجات مكان ما فيهوش مثلا تليفون ارضي، حاجه مهمه انا واقفه في الشارع، حاجات يعني في اضيق الحدود. لكن اللي احنا بنشوفه دلوقتي ان التليفونات المحموله اصبح استخدامها للترفيه والحكايات ولضياع الوقت. يعني بنشوف في الحقيقه ناس كتير في عملها، وللاسف وبقول ده للاسف، فاتحه تليفوناتها وبتتكلم على طول في التليفون المحمول. دي تعتبر سلبيه. ازاي بقى نحولها لايجابيه؟ في الحقيقه انا مش عارفه، اكيد المسؤولين هم اللي ممكن يقولوا لنا في الموضوع ده. ويعني كمان الشركات بقى بتاعت المحمول اعتقد عليها دور، لان هي بتحبب الموضوع ده للمواطن. ولو انت اتكلمت دقيقه واحده بنفتح الخط معاك وتتكلم زي ما انت عايز، والباكج مش عارفه ايه بتاخده بكام. دي كلها يعني انا شايفه ان احنا يعني بنلعب بخيال المواطن ان انا اعمل كل ده. وبرضو الموضوع ده معلهوش ضوابط قوي، يعني احنا شايفينه دلوقتي، ومش انا بس، اكيد في كتير من حضراتكم بيشتكوا من خدمات المحمول في الوقت الحالي. الخطوط بتكون وحشه، ولما بفتح الخط والخط بيتقطع لوحده بيتحسب عليا المكالمه. يعني اعتقد برضو ده قصور من بعض الشركات. يا ترى مين اللي يحمي المواطن؟ لو اتكلمنا عن الامن القومي، اعتقد برضو ان الاتصالات ده يعني موضوع الامن القومي ده موضوع كبير جدا فيه، ولازم يكون فيه حمايه من الدوله. لان ما اقدرش ان انا اروح على بطاقتي او اي بطاقه واشتري مثلا 20 30 خط. يعني اعتقد لازم يكون في ضوابط في الموضوع ده. والتليفونات الصيني اللي قيل ان هي ما ينفعش ان هي تدخل مصر، او مش هيكون الشركات مش هتشغل خطوطها عليها. كل دي حاجات ما اعتقدش ان هي اتحققت او ما اتحققتش بالقدر المراد. طبعا ناهيكوا عن الانترنت ومشاكله والسرعات، اللي المفروض ان الفتره اللي فاتت كان في مشاكل كبير جدا في الموضوع ده. ولازم ان المفروض ان حسب تصريح سياده الوزير النهارده ان لازم خدمات الانترنت توصل وبسرعه يعني كبيره زي دول العالم كله، لان مصر بتمتلك الامكانيات دي لغايه اخر نقطه في الصعيد. هل يا ترى ده هنقدر نحققه ولا لا؟ عموما يعني هنتكلم النهارده في مجال الاتصالات، وهنلتقي بعد الفاصل على طول بضيوفنا النهارده الاستاذ ايهاب سعيد رئيس شعبه الاتصالات بالغرفه التجاريه للقاهره، وكمان دكتور وليد الحسيني، هو طبعا مستشار امني في مجال الاتصالات، وبرضه هنتعرف منه ازاي نقدر نحمي امننا القومي في مجال الاتصالات. بعد الفاصل انتظرونا. ومع كل مشاهدينا بنبدأ حلقتنا، واحنا في الحقيقة يعني في استقبال كل الاتصالات من كل المشاهدين. اي حد عنده مشكلة عايز يستفسر عن اي حاجة في مجال الاتصالات يتصل بينا. برحب بضيوف حلقتي النهارده الاستاذ ايهاب سعيد رئيس شعبة الاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ودكتور وليد الحسيني المستشار الامني في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. اهلا وسهلا. استاذ ايهاب، حضرتك يعني اللي انا فهمته حضرتك بتمثل التاجر او حلقه الوصل ما بين المستهلك وشركات المحمول. بس قبل ما ادخل في الموضوع، حضرتك راضي عن خدمات الشركات المحمول في الوقت الحالي؟ يعني حضرتك شايف ان احنا كبلد متقدمه، وسمعنا ان احنا الكابلات كلها بتمر في مياهنا الاقليميه وشبكات المحمول والتنافس الفظيع ما بين الشركات، شايف الخدمات مقدمه يعني نقول بالشكل المراد اللي المفروض مصر تطلع عليه؟ يعني الى حد ما طبعا الخدمه، يعني احنا في طفره حصلت في مجال الاتصالات وما ننكرش ده، وحضرتك لسه قايله ان من قيمه 10 15 سنه كان الفايبر البيجر او التليفون السياره، انما دلوقتي كل مواطن ماسك خط محمول، وحتى لابسط البسطاء يعني، وعلى راسنا من فوق، ويجب ان هم يتمتعوا بالخدمه، ولكن لازم يكون في ضوابط. يعني هي الطفره اللي حصلت دي ليها ايجابياتها وليها سلبياتها، لكن احنا طبعا في الوقت الراهن احنا يعني مع قرار الوزير اللي هو قال ان اختصار بيع خطوط التليفون المحمول من خلال فروع الشركات المملوكه ليه فقط. انا كان بس وده حضرتك لوجيك، يعني احنا لو في اي دوله في العالم اعتقد هو ده المتبع. لا، بدخل عشان اشتري خط تليفون، سواء بقى باخده بكام، باخد عليه كام دقيقه، ده لسه هنتكلم فيه، لكن بدخل المكتب الخاص بالشركات دي وبشتري، ما بدخلش محل. في برضه موزعين معتمدين مجهزين باجهزه متصلين بالشركه، يعني بس القصه متصلين بالشركه دي مهمه قوي. هي للاسف بقى الدخلاء على المهنه خلوا العمليه بطريقه عشوائيه بشكل بشع، لدرجه ان احنا نلاقي الخط بيتباع على رصيف في المترو، في الشارع، على باب كشك. طب حضرتك ده كان سببه ايه من البدايه كده؟ يعني سببه برضو سياسه من الشركات او بعض الدخلاء عن المهنه،
والشركات بتفرض عليهم تارجت كبير ان هم يحققوه، اللي هم الموظفين في الشركه بياخدوا مرتباتهم بناء على حجم المبيعات، وبالتالي بيفرض الكلام ده على التاجر، فالتاجر يضطر ان هو عشان يحقق المراد منه بيغروهم طبعا بهدايا وسفر وحاجات، فبيضطر ان هو يبيع بيع وهمي، وبعد كده عشان يبيع اكبر كميه يعمل البطايق بطريقه وهميه، وبعد كده يدي بقى للي على الرصيف والكلام ده. لا حضرتك كل ده جميل، وده عايز يبيع وده عايز ياخد بيع رصيف، فين الرقابه على كل ده؟ مين اللي المفروض يمسك كل ده؟ ما فيش رقابه، ومن فتره طويله، لدرجه ان السوق بقى بالشكل العشوائي ده، ولذلك احنا متضامنين مع قرار الوزير ونعيد هيكله المنظومه من جديد. بس يعني زي ما قرار الوزير قال ان يقتصر بيع الخطوط على فروع الشركات المملوكه ليه، يا ريت كمان يقول خدمات ما بعد البيع تقتصر فقط على مراكز المحمول ومراكز الاتصالات اللي هم كانوا شركاء نجاح لهذه الشركات، لان للاسف احنا برضو بنلاقي الصيدليه بتبيع خدمات الشحن وسداد الفواتير، السوبر ماركت، البقال، صاحب الكشك، لدرجه ان التاجر اللي هو الرسمي ما بقاش. طب ما احنا ممكن نقول حاجه تانية، لو احنا فعلا هيبقى في خدمه مفروض اللي هي اسمها الاي دي ريدر، دي مفروض دي لسه ما اتعملتش، وهو ده من المقترحات اللي احنا قعدنا مع الشركات. لو التاجر اللي عايز يبيع بيبقى عنده الجهاز ده لازم وتدخل المعلومات على طول، طب ما هو التاجر يدفع شويه عشان يجيب الجهاز ده مثلا. لا هو كمان احنا بنقول ايه، يعني من ضمن المقترحات اللي احنا حطيناها في هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات، ان شاء الله بنعرض عليها الفكره على اساس هي تدعم المراكز الاتصالات الشرعيه، على اساس تجهزها بهذه الميكنه، لان برضو هيئه تنميه صناعه تكنولوجيا المعلومات منوطه بهذا الدعم، يعني هي بتاخد يعتبر نسبة من أرباح الشركات على أساس إن هي تغذي هذا القطاع، فالتاجر طبعا للأسف هو رأس ماله بسيط وما يقدرش يجهز نفسه، فاحنا من خلال الغرف التجارية اللي هي القنوات الشرعية اللي تمثل التجار بنخاطب الجهات المعنية عشان نقدر نميكن ونقدر كمان نثقف التاجر ده ونعرفه ازاي يشتغل بطريقه نحمي بيها امن بلدنا ونقدر نوصل الخدمه بشكل جيد للمستهلك. ودور الاعلام كمان برضو بمناسبه عيد الاعلاميين يا ريت برضو يركز مع المستهلك بشكل كبير جدا، لان للاسف ثقافه المستهلك بقى عايز الحاجه السريعه، عايز ياخد الخط وخلاص، وانا نسيت النهارده البطاقه بتاعتي اروح اجيب الخط يلا ما هو في الشارع كده وخلاص، وعايز حاجه سهله او انا لسه هاخد، فيضطر ان هو يشتري اللي على الرصيف، فاصبح يميز اللي على الرصيف عن الراجل الشرعي، وياخد الحاجه اللي بدون مواصفات قياسيه وحاجه محترمه، وياخد الحاجه الغير شرعيه غير مبالي بالامن القومي، فده برضو واجب عليه. ولذلك انا بقول اي منظومه تجاريه يجب الجهات المعنيه لاجهزه الدوله تقعد مع الثلاث اطراف، سواء المورد اللي هو صاحب الخدمه، سواء التاجر اللي هو حركه اتصال ما بين المورد والمستهلك، سواء المستهلك. حتى لو مش هقدر ارضي ثلاث اطراف، لكن اشوف المكسب يعني ولو بنسب خاصه لكل واحد طبعا طبعا، لان للاسف هو ده من اسباب اللي خلى التاجر يتجاوز، ما هو مش مكيت هيعمل ايه؟ وفي نفس الوقت ضغط من الشركات، مش مكيت يعني مش عامل للتارجت بتاعه ومش عامل المكسب، وفي نفس الوقت عنده تكاليف، هيقفل هيخسر. لا اللي في الشارع اللي هو بايع اللي غير شرعي تكاليفه اقل وبيبيع وبيكسب، وهو اللي شرعي وبيدفع ضرائب وعنده اوراق رسميه، فاضطر ان هو يمشي زي الايه المخالفين. فطبعا احنا بقى كدورنا في الغرف التجاريه، لكن للاسف ما كانوش بيسمعوا لنا، وكانوا كل واحد في اتجاه بينفذ قراراته وبينزل قرارات بدون دراسه. ما احنا هنسمع بعد كده بقى الورق بتاع حضرتك، بس عشان برضو المشاهد يفهم يعني ايه المحمول او الاتصال، يعني شبكه الاتصالات ممكن تاثر على الامن القومي للبلد. حضرتك بقى دكتور وليد تقول. انا مع القرار الوزير طبعا ان الخطوط اللي تباع عن طريق شركات المحمول حتى ولو للفتره الاولى اللي هي 3 شهور، وده بيسبب مشاكل امنيه كبيره. النهارده لما حد بيروح ياخد خط من غير بيانات، النهارده معظم القواضي الامنيه ومعظم التفجيرات اللي بتحصل بالمحمول، قنبله محطوط فيها تليفون محمول وفيها شريحه وبتصل بيها من بعيد، ما اقدرش اجيب ده كان بتاع مين، خلاص الموضوع منتهي. حتى لما بنيجي نكشف، والمسؤوليه مشاركه ما بين شركه المحمول اللي هي فيها الشريحه وما بين الموبايل نفسه، لان احنا كمان مشكله كبيره جدا لما بنيجي نكشف على سيريال موبايل بنبص نلاقي السيريال ده في منه كتير، وده لان الموبايل الصيني. فالموبايل الصيني ده نبص نلاقي لا عرفنا نجيب اللي عمل كده عن طريق الموبايل ولا بيجي عن طريق شريحه المحمول. طب وبعدين احنا بنرجع ما بنتقدمش لورا. طب حضرتك نقول مين المدان في القصه دي؟ هل هو التاجر ولا هي الشركه ولا هو انا ليا راي خاص. النهارده التاجر عايز يحقق تارجت ويبيع بضغط من المورد او شركات المحمول اللي فوقيه او السبلايرز اللي فوقيه، وده من حقهم. بس ليه بيجي حد بيستغل النقطه دي علشان ينفذ جريمه ما؟ يبقى الطبيعي هو عشان يبقى
شخصيته مش معروفه، هو الراجل مش عايز. مين اللي في ايده يعمل اكتيفيشن للخط ده؟ مش هي الشركه؟ الاكتيفيشن ممكن حد يحطه في المحمول ويتصل ب8 اي يعني تبع اي شبكه بيتصل بيها ويأكتفه ويشحنه. طب يعني معنى كده ان الشركات حاطه ثقه عمياء في اللي بيبيع الكارت. طبيعي. طبيعي والصح. عشان كده بقول لحضرتك احنا لو حطينا على التاجر مسؤوليه زي الشخص اللي بيبيع له، المنظومه دي هتقل كتير. يعني اما احط عليه مسؤوليه قانونيه ان انا دلوقتي النهارده شركه المحمول هي اللي بتدي للتاجر السيريال ده، النهارده ما اقول ان التاجر ده او الموزع ده هو اللي خد السيريال الفلاني اللي تم بيه جريمه ما، وبعد الجريمه دي ما تتم اعرف الموزع ده واجي حاسبه، هو هيخاف، هيجي بعد كده هيقلق يدي الخطوط دي لاي حد بطاقات وهميه او باي شيء وهمي. أيوة. لو احنا عملنا ده مع تاجر واثنين وثلاثه وموزع واثنين وثلاثه، الطبيعي ان الموضوع ده هيقل ان لم يكن يتلاشى تماما. لكن حضرتك مش ضد او ما حدش يقدر يقول ضد ان انا كمواطنه اجيب 10 خطوط باسمي، يعني عندي ده ولا لا؟ يعني برضه انا سمعت في الموضوع ده اراء مختلفه. شوف حضرتك، احنا لو هنتكلم على المستقبل هو المستقبل ان هيكون معاكي خط واثنين وثلاثه وعشرة. النهارده في تكنولوجيا ظهرت في العالم اسمها انترنت الاشياء. انترنت الاشياء دي ان انا بخاطب يعني ديفايس بيخاطب ديفايس او بيئه برمجيه معينه بتخاطب بيئه برمجيه معينه، عكس دلوقتي شغالين ببروتوكول انترنت ان انا امسك موبايلي بسيرش على معلومه معينه بكلم شخص معين. لا، انا النهارده ثرو انترنت هي شغاله باي فويس دلوقتي ان انا ممكن اتصل بالبيت واشغل التكييف، ممكن اشغله بشريحه GSM، فالشريحه دي لازم تكون باسمي، ممكن اشغل التلفزيون بتاعي التكنولوجيا بتاعته. الكهرباء دلوقتي ده عربيات الكهرباء اصبحت وبسيم كارد برضه يا فندم وبيشتغل بحيث ان انا اخد منه اعلى تكنولوجيا ممكن. فانا كشخص هتلاقيني وعايز شريحه لعربيتي عشان لما تتسرق او لما احب اعرف مكانها في اي وقت هي راحت فين. فطبيعي ان بكره بتاعنا ان هيكون في حد ليه شريحه واثنين و10 و20 كمان حسب ده بكره. لكن في ال3 شهور دول بس عشان ننظم العمليه شايف ان لو بنتكلم بكره ثرو انترنت فاحنا بنقول بكره، انما لو بنتكلم النهارده فويس او صوت لا متاح النهارده، ممكن حد يشتري بس مش لدرجه. احنا في الاول وفي الاخر اي حاجه وسط واستهلاكها مناسب بيكون كويس. انما النهارده انا ممكن يبقى معايا خطين وثلاثه. النهارده في خدمات شركات المحمول انا ممكن اطلع من خطي 3 4 شرايح من نفس الرقم. طب ليه؟ عشان اقول ان انا رقم الاتصال بتاعي كذا، رقم بحطه في الايباد عشان اطلع من على الانترنت، رقم بستقبل عليه لو في اي جهه لسه بتستخدم جهاز الانذار في البيت، الفاكس وات ايفر. فانا من حق ان انا يكون عندي كذا شريحه وده طبيعي. أيوة. ولو ما واكبناهوش احنا بنتاخر ما بنتقدمش. بالظبط. طيب احنا بدانا الاتصالات التليفونيه، معانا الاستاذ مصطفى من القاهره. استاذ مصطفى مساء الخير، اتفضل حضرتك. اولا الاتصالات في مصر في خلال السنوات اللي فاتت حققت تقدم عظيم. اولا الشركه المصريه للاتصالات دي شغلها ممتاز ودي حكوميه ان شاء الله، يعني الحاجه لو اسعارها في السماء كفايه ان احنا ندي فلوسنا للحكومه. لكن نيجي حضرتك تشوف بقى شركات الاتصالات الموجوده فودافون ومنيل الاتصالات، نشوف ايه اللي بنشحن الرصيد كل اسبوع بيروح عامل الضريبه يقول لك خدمه صوتيه يقول لك اداه، المهم يخلصوا الرصيد باي شكل. فاحنا بنقول للدوله يا دوله برجاء مبلغ الاحتكار الموجوده في الدوله سواء في الاتصالات سواء في الفراخ الفرخه ب 50 جنيه، الكتكوت اللي كان ب 2 جنيه بتتباع 8 جنيه، وفرخه الغلبان ب 10 جنيه بتتباع ب 50. بنقول لها يا جماعه يا ريت الشركه المصريه للاتصالات، يعني حضرتك مع ان يبقى في يعني تبع الحكومه، لو تبع الحكومه يكون في شركه خاصه للاتصالات لمنع الاحتكار. يعني الحكومه لو بتاخد فلوسنا ارحم من القطاع الخاص. أيوة. وتاني حاجه شركات الاتصالات الخارجيه دي ممكن مكالمات مصر كلها بتروح لاسرائيل او اي دوله خارجيه، فليه الشركه المصريه مش عاوزه تعمل لنا خدمه المحمول اللي تبعها؟ يعني يا ريت الحكومه يعني لو فلوسنا تروح للدوله احسن ما ناس ثانيه تاخد فلوس. وصل راي حضرتك يا استاذ مصطفى في ان الشبكه الرابعه ايه المعوقات اللي بتقف عندها، ودي برضه هنسال فيها. بس الاول ناخد الاستاذ سيد من الاسماعيليه. استاذ سيد يا ريت حضرتك تسمعني من التليفون. ايوه يا فندم سامع. اتفضل حضرتك. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. ايوه يا فندم. حضرتك وقت التلفزيون بعد اذنك. ايوه يا فندم سامع. اتفضل. بقول لحضرتك دلوقتي انا بعاني من حكايه الخطوط الياما ديت بتاعت الشركات، عشان انا واخد خطين من سكتين اتفاجئت ان انا عندي 10 خطوط مستحملين باسمي انا وعامل بيهم مشاكل. ده التجار، ودلوقتي ان انا عشان احتاج ان انا اشغل خطي احتجت ان انا اخد خطي من خطوط الشركات. وخطي انا شغال بيه استقبال عادي، اللي انا دلوقتي خطي بيجي عليه مشاكل اللي انا ليا خطوط ياما. اتصلت بالشركه قالت لي احنا لا مع التاجر اللي انت بتشتري منه، والتاجر يقول لك انا واخد وطايد الشركه اللي عامله كده.
ده خطوطي انا واقفه. حضرتك ملم بالمشكله يا دكتور؟ طبعا. طب انا بشكرك يا استاذ سيد، والدكتور وليد دي النقطه بتاعت حضرتك. طبعا نبتدي بيها وبعدين ندخل الشبكه الرابعه مع الاستاذ. انا مواطن عادي رحت اي سنترال اشتريت منه خط تليفون، فطبيعي بيقول لي سيب لي صوره بطاقتك، فبديله صوره البطاقه علشان يديني الخط باسمي، وباخد بعضه وبمشي، فبتفضل معاه صوره البطاقه بتاعته معاه. لما بيجي حد تاني هو عايز يحقق تارجت، عايز يبيع، الحد ده ممكن يقول له انا معيش بطاقه، في نفس الوقت هو عايز يبيع له، فهم بيعوا له بصوره بطاقه انا. وكذلك واحد تاني وثالث ورابع، وفجاه ان انا عندي 10 20 30 الف خط موجودين شركات المحمول ما اعرفش عنهم حاجه، وانا مكتوب باسمي وانا ماليش بالظبط كده. لما تيجي تحصل مشكله ساعتها بساعات كمان بترجع على الشخص، يعني تيجي يقول لك انت عملت مشكله، انت عملت لا انا ما عنديش خطوط باسمي، انا ما رضيتش اقول. طب دي حلها ايه؟ دي احنا كده وصلنا نفس الحل يا فندم. احنا يعني نفس الكلام. لو احنا جبنا اي دي ريدر ان احنا نربط ما بين المحمول بالسيريال والخط بتاعه والتاجر وشركه المحمول، احنا عملنا منظومه كامله. ايوه حضرتك، ما انا معايا رقم برضو بسيريال تاني بس بنفس اسم الشخص، يعني هي يعني. لا، ما هو لازم يكون في عقاب رادع للموزع بالزبط. في حاله تجاوزه، وان هو يستخدم بطاقه الغير ده يعتبر في حاله تزوير. وفي نفس الوقت برضه ما هنثبتها. لا طبعا سهل جدا، لان يوم ما يراجع مشافهه البيانات، يعني انا حضرتك اشتريت خط، الموزع سحب البطاقه، اصل البطاقه وليس الصوره، عشان مشكله الصوره دي هي اللي بتفتح باب للتجاوز. لا، ما هو اصل البطاقه وهيديها لك تاني يا فندم بعد ما يتم عمليه البيع باصل البطاقه، هيديها اصل البطاقه دي عشان يثبت ان الشخص الاصل البطاقه وصلتني في الشركه، ولما اجي اشتري تاني باصل البطاقه تاني مش بصوره. تشغيل الخط يا فندم اللي الشركه بقى بتتصل تشافه معاك البيانات وتتاكد ان بياناتك صحيحه، تشغل لحضرتك زي الكريدت كارد بتاع البنك، زي الكريدت كارد بتاع البنك يا فندم. فاذا الموضوع سهل وبسيط، ولكن محتاج تنظيم، يعني محتاج تنظيم ما بين الحلقه كلها عشان تكتمل المنظومه. احنا بنخاطب طبعا الجهات المعنيه عشان يوفروا، ومع بالدعم برضه مع الشركات، عشان يوفروا هذه الميكنه للتجار والتجار الشرعيين. مش اي تاجر، لا، لازم يكون عنده بطاقه ضريبيه، سجل تجاري، واخد تصريح من الغرفه التجاريه او الشعبه العامه للاتصالات. يعني ده حضرتك دي شغلتكم انتوا، لكن انا كمستهلك رايح اشتري خط لا طبعا ملكي يعني المستهلك هيروح، بس المستهلك يبقى واعي، ان يبقى عارف حقه فين، يبقى يتاكد من، يا ريت انا حتى اخاطب المستهلك من هذا المنبر ان اقول له راجع مع شركات المحمول، تاكد ان الخطوط اللي باسمك هي الخطوط اللي انت تمتلكها في ايدك، عشان ممكن فعلا في ناس كتيره خطوط موجوده وشغاله وهي مش باساميها. فهي المواطن لازم يرجع للشركه ويتاكد من القصه دي. طيب الناس بقى كتير بتقول احنا سمعنا ان في شبكه رابعه وقاعدين منتظرينها، وده فعلا ده هو بيصب في مصلحه المواطن، ان طبعا هيبقى في تنافس كبير بينهم وسعر الدقيقه هيقل تاني وهيخلي الناس تتكلم. لا، هو مش قصه شبكه رابعه، هو شبكه موحده. يعني ايه شبكه موحده؟ احنا عندنا 4 اوبريتور. طبعا في شركه كانت شغاله لغايه دلوقتي 3، هو الرابع لسه الارضي فقط اللي بيعملوا في مجال الاتصالات. في شركه بتعمل في التليفون الارضي والداتا، وفي 3 شركات بيعملوا في المحمول والداتا ايضا. فهو القصه كلها عشان يبقى في تنافس شرعي وفي عداله في عمليه ان اللي بيشتغل في الارضي والداتا يشتغل في المحمول، واللي شغالين في المحمول والداتا يشتغلوا كمان في الارضي، وبالتالي يبقى احنا بندي التنافس الشرعي ما بين الاربعه. طب ايه اللي موقف الموضوع ده؟ احنا بنسمع بقالنا كام 2 أو 3 بنسمع ان طبعا عشان يعني في ان 3 شركات ممكن حاسين انه ممكن يتضرروا، وحاسين ان ممكن الاوبريتور ده هو الشبكه الوطنيه، فخايفين او متخوفين من القصه دي. لكن طبعا في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الحكم. هم قالوا ان فعلا هيبقى سعر الدقيقه، انا بكلم الارضي بسعر ما لو انا على اي شبكه من ال3، لكن هو ده لان نفس الشركه هيبقى الاتصال بأقل، بس كان الحل ان الشركات ال3 هيبقى ليهم تليفونات ارضيه. هو ارض. بص يا فندم، مجال الاتصالات ارض خصب جدا في الاستثمار، وانا مع استاذ مصطفى اللي اتكلم ان الشبكه الوطنيه لازم تاخد حقها. ما فيش دوله في العالم ما الشبكه الوطنيه ما بتشتغلش في المحمول. فانا متضامن مع ان المصريه للاتصالات تاخد التليفون المحمول، وفي نفس الوقت الشركات الاخرى هتاخد نصيبها من الارضي، ويتعاونوا مع بعض ويبقى في منافسه شرعيه في لجوده لخدمه العميل في المقام الاول. في الاجراءات ده اللي انا عايزه اوصل لحضرتك. احنا سمعنا لكن في بطء، الموضوع سهل حله. دي بقى امور داخليه برضه، احنا يعني كتجار ممكن دي تابعه للوزاره. طيب احنا معانا استاذ اسلام من الوادي الجديد. استاذ اسلام مساء الخير. الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. انا بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك، وانا طبعا كمواطن مصري منتمي لمصر
انا ضد الاجراءات المشدده في بيع خطوط الهاتف المحمول ضمانا للامن القومي المصري، لان فعلا بتستخدم لاعمال دنيئه وخسيسه ضد الوطن وابناء الوطن، فده قرار يحيي عليه الجهاز بتاع حمايه الاتصالات. الجزئيه الثانيه، احنا الزملاء بيتكلموا ضيوفك على ضروره وجود شركه رابعه للتليفون المحمول. أيوة. وانا بقول ان الثلاث شركات بتقوم بواجب حقيقه وبتقدم عروض وخدمات للمشتركين غير مسبوقه، ولكن السوق حضرتك يعني محتاج لشركه ثانيه للتليفون الارضي وليس للتليفون المحمول. والكلام على ان الشركه الوطنيه اللي هي الشركه المصريه للاتصالات ان ليس لها دور في شركات المحمول، انا برد على ضيوفك وبقول ان الشركه المصريه للاتصالات بتملك حصه حاكمه. ايوه بتملك فعلا في احدى الشركات، يعني حضرتك بتطالب بخطوط ارضي زياده مش محمول. مش محمول، لان احنا فعلا وصلنا لحاله التشبع. المواطن المصري معاه 3 خطوط ل3 شركات، ولكن احنا الكلام عن شركات خاصه. بس يا استاذ اسلام، احنا لو بنقول عشان يحصل التكافؤ في الفرص ما اقدرش ادي الشركات اللي هي يعني بتحتكر المحمول ارضي وما اديش الشركه الوطنيه اللي معاها الارضي محمول، عشان تكافؤ الفرص ليس الا، وده كله بيصب في مصلحه المواطن. حضرتك في المقياس في الاول والاخر مين اللي بيقدم خدمات اقوى وخدمات ارخص للمستهلك، وليس شركه وطنيه. احنا في اقتصاد السوق اقتصاد حر، غير وجود شبهه احتكار بين شركه او اخرى، ولكن احنا مع من يقدم خدمات اكثر للمواطن المصري. وانا بهنيكم بعيد الاذاعه عيد الاعلاميين. شكرا ليك يا استاذ اسلام. انا بس حابب ارد. شكرا لحضرتك. حضرتك هتعلق سريعا؟ حته التشبع، لا احنا بنقول والدكتور وليد قال ان ما زال مجال المحمول هينتشر بشكل اكبر بكتير. يعني اذا كنا احنا وصلنا ل 92 خط محمول، لا ده هيبقى ممكن 3-4 اضعاف مع ان هيتركب في السيارات. بقى النسبه المئويه من حضرتك في عدد للقطاع الخاص ندي الشبكه الوطنيه، يعني طبعا. لازم يكون في عداله ما بين الشركات. طيب الاستاذ محمد من القاهره. استاذ محمد مساء الخير. استاذ محمد، استاذ محمد بعد اذنك تسمعنا من التليفون، وطي التلفزيون. استاذ محمد. طب لحد ما استاذ محمد يرجع لنا، المستشار الخيام من القاهره. سياده المستشار مساء الخير. مساء النور يا فندم. اتفضل حضرتك. الو. اتفضل. مساء الخير. مساء النور، اتفضل حضرتك معانا. لو اهلا وسهلا. اتفضل حضرتك. مساء النور يا فندم. انا كنت عايز بس اشارك في البرنامج. اولا بالنسبه للموضوع حضرتك سامعني كويس؟ سامع. عفوا. كنت عايز اشارك دلوقتي بالنسبه للخطوط اللي بتتباع دلوقتي في الشوارع بشكل او باخر ومشاكلها الامنيه اللي احنا بنواجهها. هل النهارده في حلول من الدوله الرادعه، في قوانين ممكن تتشرع بشكل او باخر نقدر ان احنا نجني ثمار هذه التداولات؟ بتحصل ان في قضايا كتير الفتره اللي فاتت عانينا منها بشكل او باخر. الحلول هتبقى مع الاستاذ ايهاب هيقول لنا عليها في نهايه الحلقه. الجزء الثاني لو امكن لحضرتك بس سريع. دلوقتي احنا ليه النهارده ما الشبكه الرابعه ليه بشكل او باخر ما خدناش خطوات ايجابيه نحمي الاقتصاد بتاع بلدنا فيها يعني؟ ده السؤال الثاني اللي انا عايز اطرحه للدكتور وليد او الايهاب دي بعد اذنك يعني. شكرا لحضرتك يا سياده المستشار. شكرا جدا من ذوقك. شكرا. طيب احنا هنتكلم في النقطه دي تاني، بس انا برضو عايزه اقول لحضرتك بقى عشان كان برضو في من كام يوم يعني منشط كبير قوي ان شركات المحمول بتستغيث ان طبعا التكنولوجيا كل ما بتبقى حديثه وكل يوم بيطلع برنامج جديد بقدر اتكلم مكالمات ببلاش عن طريق الانترنت، عن طريق برامج بس بيتم تحميلها على التليفون بالمجان وبقدر اتكلم. شايف حضرتك ده يعني بعض الدول حاولت ان هي تشيل البرامج دي من التليفونات او ما تشغلهاش، لكن اعتقد فشلت. هي طبعا موضوع ان انا اشيل برنامج من سيرفرات معينه شغاله بره الدوله دي، ده موضوع صعب جدا وليه ايبيهات كتير عشان اقدر اتحكم فيه واقفله. انما قصه ان انا اسمع ان في منشط بيقول ان شركات المحمول بتستغيث، انا يعني شايفها صعبه شويه. هي شركات المحمول لا حضرتك وده ما قللش من ارباحها مثلا؟ لا بالعكس، هم بينفستوا النهارده الشركات المحمول والثلاثه بيستثمروا كتير في البيانات. النهارده لما البيانات في ال3 سنين اللي فاتت بتزيد كل سنه عن السنه اللي قبلها،
مستخدمين الداتا بقوا اكتر كل سنه، فبقى بديهي جدا النهارده ان انا استثماري في البيانات هيكسبني اكتر من الفويس. لا بس حضرتك معلش، يعني انا لما ببعت رساله ببلاش عن طريق الخدمات دي وفايبر واتساب الحاجات دي كلها، غير لما ببعت رساله مهما استخدمت انترنت في ان انا ببعت الرساله دي بقد ايه. هي الاسم لو جينا نتكلم على الاس ام اس بالذات هي بتتلاشى او بتنعدم، وده شيء طبيعي. ده تطور زمان الخدمات. كانت تهنئه بالعيد والاعياد الميلاد وبتاع يعني بتخلي الشبكه تضرب. ده ما فيش فيه خلاف خالص. انما النهارده ان انا اقول كشركه ان انا مش هستثمر او مش هشتغل في الداتا او ان انا متضايق من الداتا، لا الكلام ده مش مظبوط. والدليل على كده ان الداتا في اي شركه محمول بتبقى لها باقه او باندل، وبيجي يقول لك بعد الباقه دي ما بتخلص حتى اللي واخد انليمتد على الجيجا يا اما ميجا بعدها، او بيقول لك لو انت واخده اعلى باقه بيقول لك هي بتقل. فانت ليكي الحد ده هم مين اللي بياخده؟ بياخدوا شركه المحمول، دي فلوس بياخدوها. فهو بقى الموضوع عامله زي خطه اسعار جديده، كانه هو بيقول لك انا بديكي مثلا باقه ب 50 جنيه او 100 جنيه في الشهر، فانت بتعملي بيها اللي انت عايزاه، فانا استفدت منك ب 100 جنيه شهريا. النهارده انا لما اجي اعمم التجربه دي واعرف ان هو بكره المستقبل للداتا، وبقت عندي حد ليميت لكل مواطن هياخده، وهي الليميت بتاع الباقه دي، انا كشركه محمول كسبت. بعكس ما يكون شغال فويس بس، ان انا ممكن اشحن كارت ب 10 يفضل معايا شهر او ب 20. هو يمكن كان عايز المكسب كله، ان ما يبقاش في حد، يعني ما فيش اي برنامج اقدر اعمل بيه اي اتصال، خاصه بقى من الخارج. يعني الاتصالات الدوليه دي كانت بتكسب كتير قوي، دلوقتي اعتقد الناس يعني ما بتستخدمه في اضيق الحدود لما بيبقى الخط وحش، ما فيش نت في المكان اللي انا فيه. وده طبيعي، عشان كده قلت لحضرتك ان هم ده ظن يعني والله اعلم، ان هم لما بيقول لك انا هستثمر يستثمر في الداتا، لان الداتا او البيانات هي بكره. ان لما انا اقعد احط زي بالظبط دقيقه المحمول زمان كانت ب 175 قرش، لما رخصوها كانت مع كل الناس، انما لما كان 175 قرش كانت مع ناس معينين. النهارده انا لما بستثمر في الداتا هي الناس، ودليل كده مستخدمي الانترنت في مصر، احنا النهارده داخلين في 39 مليون مستخدم الانترنت، كان السنه اللي فاتت كام والسنه اللي قبلها كام واللي قبلها بيقل، فاحنا بنزيد. كشركه محمول انا عارف ان انا داخل على عصر الداتا، داخل على عصر التكنولوجيا، ده طبيعي جدا. يعني انا ما اقدرش اقف في وش التكنولوجيا الحديثه، انا لازم اجاريها واسيرها. الداتا دي بتستخدم في التسويق، بتستخدم في كل حاجه. يعني المستقبل ان الداتا دي هتباع بعد كده بتستخدم في التسويق، ان ازاي حضرتك، لدرجه ان في شركات دلوقتي قائمه على جمع البيانات. ليه؟ لان لو في منتج، لان البيان ده ليه ثمن، مش ممكن في ناس بتستخدمه استخدام طبعا تاني وامني، ولذلك احنا بقى القصه الامنيه، وفي ناس بتستخدمه كتسويق، يعني ان هو عايز عنده منتج للفتيات، فبالتالي من شريحه عمريه من سن كذا لكذا، منتج رجالي، منتج للشباب، فهو في شركات قايمه على التسويق بقصه البيانات. ولذلك الدكتور وليد قصده في حته البيانات ان هي دي مستقبل وممكن تستثمر وتستخدم في خدمات مضافه بعد كده. طب بس في برضه كان راي تاني بيقول ان الخدمات الصوتيه اللي عن طريق الانترنت ما اقدرش اراقبها، وده برضو خطر على الامن القومي. هو دي حقيقه احنا، وهي دي ناتجه من البنيه التحتيه بتاعتنا. احنا عندنا البنيه التحتيه محتاجه تطوير كبير، والتطوير بتاعها كمان هيكون خاص بالبرمجيات. هي دي حقيقه احنا عايشين. كون ان انا اقول ان انا هقدر اراقب فويب، او ان انا اقدر اراقب، هتكلم في حاجه صعبه ان ما كانتش مستحيله، ولكنها انا شايف ان هي ليها بعض الحلول. يعني انا شايف ان بعض التطبيقات دي اللي احنا كلنا بنستخدمها من شركات خارجيه بره مصر، ايه المانع ان التطبيقات يتم تطبيقات من الدوله نفسها او من شركات المحمول، واحنا نتداولها بيننا وبين بعضين؟ يعني النهارده لو الدوله عملت تطبيق يعني زي الواتساب، ممكن شركات المحمول تبقى لها كنترول على لو هي صاحبه التطبيق، السيرفرات والتطبيق. يعني لما اجي انا شركه محمول ما جيت عملت تطبيق زي الواتساب بالظبط، او زي الفايبر او وات ايفر ايه هو، فبقت انا عندي التطبيق بتاعي انا، فالطبيعي ان انا لما باجي بسوق له محليا واديت له، يعني حضرتك في شركه محمول هتعمل تطبيق لمكالمه مجانيه؟ ما حضرتك في نفس الوقت ما هي بتستثمر في الداتا، هي بتاخد من الداتا فلوس، هي بتكسب من هنا يعني وبتكسب احنا من ممكن هنا. بعد زمن ما يوصل ان مش هيبقى فيه للمكالمه، مش هيبقى لها سعر خالص، كل هيبقى الداتا هي اللي هتكتسب. ده طبيعي، الانترنت النهارده هو رقم واحد. خلاص الفويس ده كل يوم بيقل على اليوم اللي قبله. النهارده اللي مش هيقتنع بكده هو بيدعو العصر متاخر. طيب ده بقى يخليني برضو ارجع هنا للاستاذ ايهاب. حضرتك كان في تصريح لحضرتك قلته دستور 2014 بيحمل الدوله اعباء تفوق قدره الموازنه العامه، وده بيخالف كلام سياده الوزير النهارده. ممكن ده ايهاب سعيد في البورصه وليس ايهاب سعيد ممثل التجار. يعني ده مش اصل كان في ده شك مالي. يعني هو بيتلابس الاسم، لان الدكتور ايهاب هو رجل في البورصه الماليه، ف
طيب النهارده كان في تصريح لسياده الوزير، انا برضه ارجع مع حضرتك في موضوع الاتصالات تاني. سياده الوزير كان له تصريح النهارده، كان تصريح مهم جدا، وكان بيقول ان لازم الدستور المصري، يعني قال الدستور المصري عايزه يتغير بان لازم الانترنت يعني يتم وضعه في الدستور ان هو حق لكل مواطن وبالسرعه العاليه اللي هي حتى مش موجوده دلوقتي، لان مصر فيها كل يعني نقول البنيه التحتيه اللي تؤهلها ان هي يكون فيها سرعات عاليه جدا. ما هو الداتا هي هتبقى المستقبل، يعني لان الداتا بتحمل حضرتك المستقبل ده اللي هو يعني انا بقى عايزه اتصور للمستقبل اللي هو امتى؟ ما هقول لسيادتك احنا عايشينه دلوقتي المستقبل. يعني بس انا بصراحه كمستخدمه لشبكه الانترنت مش حساسه. عدد المشتركين لا عدد المشتركين من بعد الثوره زاد بشكل كبير، يعني حتى اخر احصائيه كانت في الجهاز القومي يعني بشكل كبير جدا من بعد الثوره كمان. فليه؟ لان الناس كمان بدرجه ونموذج الاستهلاك بتاعها زاد، لان بيبقى عايز يتابع البرامج، عايز يتابع الاحاديث دلوقتي. انا كل ما بكتر عدد مستخدمي طبعا لود على الشبكات، وبالتالي لازم يزود الكباستي بتاعته. ده اللي بيحصل دلوقتي. انا دلوقتي بلاقي السرعه وانا بشتغل قلت. ما هي القصه يبقى لازم ان هو يزود الكباستي عشان يقدر يتحمل كم من العملاء، يعني في نفس الوقت دي وهو ده الاستثمار يا فندم. دي تكلفه، هو ده الاستثمار يعني احنا حاليا مش مؤهلين، معلش عشان انا يعني انا التصريح اللي كان النهارده ان احنا عندنا، وحتى ده كاتب بالارقام، ان مصر فيها 18 كابل بحري بيمر في المياه الاقليميه، والمفروض ان بالساعه بتصل ل 8 تيرا بايت. دي يعني النواحي الفنيه والتقنيه يعني برضه ممكن مش يبقى مش حضرتك قوي ولا حضرتك؟ لا هي انا كلمه كون ان انا اقول ان انا عندي نقطه واصله لحد منطقه معينه وان انا مؤهل لكده، دي حاجه، وكون ان انا هوصل من النقطه دي لمصر ده شيء تاني خالص. يعني انا بقول انا عندي 8 كوابل بحريه وعندي بنيه ان انا اقدر ابني عليها انترنت، ده كويس، بس فين الاجهزه وفين المستشعرات وفين الشغل اللي انا هعمله عشان اوصلها بقى للناس دي كلها؟ ده استثمار. يعني عشان ابسط للمواطن، ده زي مثلا ما بجيب مثلا خط الكهرباء او خط الميه اللي يوصل لغايه، او خط الغاز لغايه باب البيت من بره، عشان ادخل بقى البيت من جوه بالظبط، ويبقى الاوضه دي فيها نت اكتر من دي، وهنا الحمام ده فيه ميه سخنه وده ما فيهوش مثلا. ده استثمار تاني، وشركات المحمول والشركه المصريه للاتصالات هي اللي بتقوم بيه، والدوله لازم تدعمهم. ده كل ده طبيعي، لازم الحركه، هو ده المستقبل، ده بكره. ده بكره والنهارده عشان تبقى الكلمه أدق. لكن بكره دي ده بعيد شويه ولا لا ممكن في وقت قريب يعني؟ والله انا عايز اقول لك حاجه، انا حاسه الوزاره الايام دي لا متحمسه جدا للموضوع ده. هو الحماس موجود، بس اللي انا شايفه ان احنا البنيه التحتيه بتاعتنا محتاجه تطوير كبير. مش يعني غير مؤهله ان احنا نقول ان احنا نقدر نقول ان مصر كلها او لحد الصعيد او الريف بيحتاج موازنه وتكاليف محتاج تكاليف كبيره جدا. البنيه التحتيه بس كمان والتطبيقات، يعني انا حتى الدكتور قال حته التطبيقات، ايه المانع ان احنا نعمل تطبيقات موازيه تبقى مصريه بدل ما تبقى خارجيه؟ مظبوط. وبالتالي حتى كمان لان انت عارفه الواتساب دلوقتي حضرتك بتشتركي انتوا اصدقائك ولسته اللي موجودين على الموبايل كله. يعني مش الداتا بتاعت حضرتك بس او بيان حضرتك، ده بالبيانات كل اللي موجودين على التليفون. معانا الاستاذ وحيد من الجيزه. استاذ وحيد مساء الخير. استاذ وحيد. استاذ وحيد. يبقى كده. طب معانا الاستاذ طه من اسوان. استاذ طه مساء الخير. اتفضل حضرتك استاذ طه من اسوان. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. بعد اذن حضرتكم، انا كنت بتكلم بخصوص الرسومات على الجدران. احنا السعوديين لينا حوالي 35 سنه على جدران محافظه اسوان كلها رسمين عليها، ما فيش اهتمام لحد دلوقتي بينا. احنا مش عارف ليه، يعني ده هنقعد لحد امتى كده؟ ايوه هو فعلا، يعني فعلا دي حقيقه، واحنا اعتقد الدوله دلوقتي في طريقها ان هي طبعا بتهتم، بنقول ان اهالي الصعيد دول ما ينفعش يكونوا منسيين في كل حاجه، حتى في موضوعنا بتاع النهارده في الاتصالات. وده تصريح النهارده واضح جدا لسياده الوزير، وزير الاتصالات، قال ان لازم النت يوصل وبسرعه شديده، بسرعه في الوقت، وكمان بسرعه في ان هو يبقى سرعته فائقه لكل اهالينا في الصعيد. ده يعني ده حق لحضرتك، مش احنا بنقول ان دي حاجه زياده. بشكر استاذ طه من اسوان. اخيرا الحلول في عجاله شديده عشان الحلول ان يتم التنسيق مع شركات المحمول بحيث ان يكون في موزعين معتمدين مجهزين بالآلية اللازمه. البيع يتم باصل البطاقه وباي ريدر، او نستخدم التكنولوجيا حتى لو ببصمه الصباع كمان زي ما هي مطبقه في باكستان والهند وبعض الدول. ان لازم الهند سبقونا سبحان الله، وعدد سكانها اكتر من عددنا بكتير، يعني لو كان زيمبابوي واوغندا سبقونا. القصه كمان
القصه كمان ان لازم كمان متابعه ومشافهه البيانات من خلال شركات المحمول، لان التنافس الكبير ما بين الشركات ده بيؤدي لانخفاض الكواليتي بتاعه الخدمه بالزبط. حتى لو ادى ان ارتفاع سعر الخط شويه على اساس حتى يبقى المستخدم الحقيقي ليه مش واحد ياخد مصروفه من والدته وينزل يجيب 10 خطوط من على الرصيف. نقول برضه حضرتك سريعا موضوع امنيا ده الدور بيقف عند المستهلك فقط ولا مستهلك والتاجر والشركه، يعني دور مين؟ شوف حضرتك، هو الدور مسؤوليه الجميع. مسؤوليه الجميع. اي حد مسؤول عن منظومه معينه، مش هنقدر نقول ان الدوله لوحدها تقدر تحل المشكله دي ولا الامن هيقدر يحل المشكله دي مسؤوليتنا كلنا، المواطن، التاجر، اي شخص في الدوله يقدر يخلي الدوله تطلع. واحنا طبعا بنقول ان لازم امن القومي المصري ده اهم حاجه دلوقتي. انا بشكركم عشان خاطر بس الاذان، الاستاذ الدكتور وليد الحسيني والاستاذ ايهاب سعيد مع حفظ الالقاب، وكمان زميلنا اللي ترجم لنا بلغه الاشاره محمود فتحي. واشكركم وان شاء الله بكره حلقه جديده.